السلام عليكم، كي دايرين؟ كي دايره صحيحتكم؟ لاباس؟ خبرت عليكم. ولكن انا جايبه لكم واحد القصه دابا ما نذكروا فيها لا سميات ولا دوله ولا مدينه. المهم ناخذ منها غير العبره. هذه واحد جوج بنات اللي كبروا بحال الصحابات، وكتب لهم سيدي ربي انهم تزوجوا وسكنوا حدا حدا ولاو جيران. المهم جوجهم سبحان الله ولدوا بنيه وليد بنيه وليد. البنات ولاو كيمشيو المدرسة مع كيقراو في نفس المستوى. المهم غاديين بجوج، واحد السيد مع المدة بدا تبعهم الطوموبيل. المهم كيعيا ما يوقفهم باش يهضر معاهم، ما بغاوش يهضروا معاه. وحده منهم مشات قالتها لما، قالت لها واحد السيد تبعنا وانا، قالت له شوفي الا كان هذاك السيد باغي المعقول عطيه رقمي انا. مشات هذيك البنت لاغت لي ويوقفها ما يهضر غير مع هادي. قال لها عافاك يعطيني رقمك، راني طالبك باغي زعما نجي عندكم من الحلال. قالت له انا نقدر نعطيك رقم ماما. عطاتو الرقم، مشى بحالاتهم. ناض السيد عيط هضر مع الام، قال لها شوفي راني باغي نجي نخطب بنيتك في الحلال. قالت له شوف سيدي انا هضر مع باها وعاود عيط ليا ونرد عليك. المهم هضرات مع الاب، قال ليها الاب مازال البنت صغيره وهذه، قالت له نعطيهم فرصه يجي يخطبوا داكشي ونعرفوا شكون العائله وديك الساعه نردوا عليهم. ايوا فاش عيط لها السيد قالت له مرحبا سيدي، اجي لعندنا ونعرفوك ونعرفوا عائلتك ويكون خير. جا السيد، ولكن السيد فاش جا يخطب ما شاء الله جاب كل دفوع هذاك، جاب الذهب، جاب الهديه، جاب عائلته خلاص، جاب كل شيء. الجيران كلهم شافوا هذه غير تعارف، شافوا داك الشيء زعما كامل مكمول. الجاره خلاص صاحبتها كانت تما، كانت بنتها. المهم بداو كيوجدوا للعرس، صافي وافق قلب، قال الله كمل بالخير. عائله زعما ما تردش، العائله ما شاء الله عليهم الاداب والصواب، عائله محترمه. السيد كبر بهم. المهم قالوا له مرحبا، صافي داروا وقت الزواج باش يحددوا باش يتزوجوا. بداو كيوجدوا للزواج، ولكن الاب شرط عليهم ما تخرجي معاه ما والو حتى ديروا عقدكم. واخا هي هذيك. المهم كانوا غادي تخرج الام والاب والولد يقادوا شي حاجه في الزواج. شو عند البنت قال لها يلا معنا، قالت له لا راه غادي تجي عندي بنت صاحبتي بنت جارتهم كيعرفوها. قالوا لها اوكي واخا، خرجوا بحالتهم الام والولد والاب. فاش رجعوا للدار كيدقوا ما تردش عليهم البنت. مشاو عند الجاره قالوا لها واش فلانه مازال عندك بنتنا؟ قالت له لا ما جاتش عندي كاع. كيقلبوا والو حلوا باب الدار ما لقاوهاش. سولوا الخطيب واش جات لعندك؟ قال لهم انت ما قلتوا لنا ما نطلقاش، انا ما كنشوفهاش وما عيطلهاش اليوم، زعما ما بقاليش الوقت باش نعيط لها كاع. عيطوا البوليس كيقلبوا شافوا ما كايناش البنت، قالوا لهم ياك ما هربات مع ساكها، ما كاينش تليفونها ما كاينش. البوليس شكوا في الخطيب. المهم قلبوا لقاو الخطيب عنده حجة الغياب. صافي مشات القضيه هكاك بعد الايام، ايام زعما معدوده ما بانش البنت. صافي الام مسكينه كتقلب فين بنتها، الاب كذلك، الجاره حتى هي كتقلب معاهم، البنت كلشي ما كيبانش البنت. مع المده ولات الام كتشم واحد الريحه خايبه حاشاكم في الدار. كتقول كتعرفوا تشم الريحه خايبه في الدار، كتقولي كمان من القوادس. عيطت للسيد غلق القوادس. كيتقلوهم بشي حاجه الا كانت سميت، ولكن الريحه ما حبساتش. كنجي عندها حتى الجاره كتقول لي هاد الريحه راه عندك بزاف في الدار. المهم دازت مده ويجي عندها الجاره قالت لها شوفي هذيك المرفعه، عرفتي ديك فاش كتكون السقف عالي وكيديروا واحد الدخيله كيخبعوا فيها بحال دابا الا كانوا شي حوايج زايدين في الدار. قالت لها وقلبنا الدار كامله ولكن هذيك الدخيله عمرنا ما شفناها نحلوها. فاش طلعت تحلم الدخيله مسكينه وهي تسخف لهم، لقات الجثمان ديال بنتها، الجثه ديال بنتها. المهم عيطوا للبوليس، داوها البوليس لقاوها مخلوقه بيزار. دره زيف طويل. المهم ما عرفوش شنو شكوا بعدا في العائله. المهم العائله تاكد لهم بلا ما كانوش في الدار داك النهار. ما عرفوش البوليس شكون، لان دابا حتى البصمات وداكشي صافي راه الدار شحال من واحد دخل لها وخرج لها، ما قلبوش في ديك الساعه. المهم هي هذيك مشاو لعند بقات المراه جالسه في الدار وهي كتفكر داك الشال اللي لقات في عنق بنتها. كتعرفوا الله يحفظ الا طرات شي حاجه بحال هكا، راه اول حاجه غتبقى تدور ديك الصوره في عين الام ديال بنتها فاش هي مشنوقه من في الارض. لقات الشال كتعرفوا ديال جارتهم
مشات لعند البوليس قالت لهم هذاك الشال ديال جارتي اللي بحال اختي. مشاو عند الجاره، قالوا لها الشال، قالت لهم الشالات انا عندي شالي في داري، هذاك الشالات بزاف منهم ماشي ديالي. وهي من الزهر عند هذيك السيده تصويره مع جارتها ولابسه داك الشال. هما فاش جابوا البوليس المراه الجاره يسولوها، سبحان الله الذكاء ديال البوليس، جابوا الراجل والولد والمراه وبنتها، ولكن فرقوهم في نفس الوقت على البيوت، كل واحد كيسولوه بوحديته. فسولوا المراه دغيا قالت لهم وراه الشالات كاينين بزاف وانا شالي عندي في داري. ولكن البنت صافي بدات كترعد مسكينه، قالت لهم نقول لكم الصراحه، راه فاش كان كيتبعنا هذاك السيد انا كان كيحسبني كيتبعني انا ماشي صاحبتي. وقلتها لامي، قلت له راه عنده واحد الطوموبيله غاليه، ولكن فاش جابوا الدفوع وجابوا داك الشيء وشفنا عائلتهم بحال جاتها الغيره لهم. قالت لها علاش يجي هذاك الشيء وما يجيكش انتي؟ فاش داروا نهار كانوا غادي يخرجوا امها وباها البنت باش يكملوا لهداك الشيء تخصهم في العرس، مشات البنت عندها وقالت لها جلسي راه غنجي عندك للدار نقادو شي امور نوريك شي حاجه. البنت مسكينه على نيتها قالت لباها راه غتجي عندي فلانه، خلاهم. ولكن اش طرا، البنت وامها دخلوا فاش بقاو حاضين في الشرجم، خرجت المراه وخرج معها راجلها وولدها، وعرفوا البنت بقات بوحديتها في الدار، ودخلوا لعندها وبقات هي بحال دابا مقابله البنت كتهضر معاها، جات لها من اللور وخنقاتها بالشال ديالها. شوفي ربي روح عزيزه عند الله انها تخنقها بالشال ديالهم باش يبان شكون اللي قتل. هزوا البنت، ما بغاوش يديوها للدار، لان الا داوها للدار وهي ميته غادي يشوفهم الجيران. الا خلاوها تما وجاو البوليس يقدروا تفضح الامر، لان فاش كتكون يلا طرات الجريمه راه دغيا يعرفوا شكون اللي دارها. اش قالوا تخصهم يخبعوها واحد الايامات مع دوز البصمات ويدوز كلشي وتخلط المسرح الجريمه كي كنقولوا، ما غيعرفوا البوليس والو. هزوها داروها في السده، قالوا من بعد ايامات ويجيو البوليس يلقاو هذيك الساعه ما يعرفوش شكون. ولكن شاءت الاقدار انهم يخليو الشعر تما، وسبحان الله العظيم وتفضح شكون اللي دار القضيه. لا هما بعريس غني، لا هما مخلوين البنت مسكينه وامها تفرح ببنيتها. هادشي كله السبب ديالو السم والحقد ديال بنادم والغيره. فسبحان الله العظيم هذه واحد القصه حقيقيه باش تاخذوا منها عبره، والواحد ما يثقش كل واحد دار بجنابه وديما يرد باله. واش غنقول لكم في ختام هذه القصه؟ خليكم بخير ونهاركم سعيد والسلام عليكم.